أساعد نفسي إزاي بعد ما دخلت علاقة وحصل تجاوزات وفشلت؟ مش قادر أسامح نفسي ولا أكمل حياتي. طب خلينا نشوف الواقع بيقول إيه. الواقع بيقول إنه حصل غلط وأنت ندمان عليه، وشايفة إنه الغلط دوت كبير، ومش عايزة إن أنت مش قادرة تستوعبيه ومش قادرة تتعاملي مع نفسك بالوضع ده. هل الغلط ينفع يتغير؟ خلاص، اللي حصل حصل واللي فات مات، ما ينفعش يتغير. ولو الغلط دوت ينفع يتستر عليه يبقى الحمد لله الدنيا مستورة. لو الغلط دوت ما ينفعش يتستر عليه يبقى دي حاجة تانية هتشيلي مسؤوليتها وتتحملي نتيجتها وتوابعها بدون غش، لأن الغش بيأذيك انت قبل أي حد تاني. طيب برضو الحل في كل الأحوال، ايه المطلوب ان هو يتعمل؟ المطلوب ان هو يتعمل عشان تعرفي تتعاملي مع أخطائك في الماضي، ان انت حاليا قرفك مع نفسك عمره ما هيصلح ولا هيغير من نفسك قبل أي حد تاني. لأن المشكلة كلها مش في ان الغلط حصل، المشكلة كلها انه انت اللي قمتي بالغلط ده. مظبوط. بس السؤال هو ايه اللي حصل خلاك ان انت تشوفي ان اللي انت عملتيه دي حاجة كبيرة بس بعد ما عملتيها مش قبلها؟ يعني هي دي نقطة جوهرية. لو البني آدم عرف انه ازاي يكون عايش الاحساس الوجع ده من قبل ما يقوم بالغلط مش هيغلط، انما هو بيحسه بعد. لانه المشكلة كلها ان الوجع دوت بيعمل ايه، عبارة عن ايه؟ وجع الندم، عن طريق بقى ان البني ادم يكون قرفان من نفسه على افتراض ان هو ده اللي هيخليه يتعلم. بس هو اتعلم دوت من الناس اللي حواليه، انه الناس بتتعامل مع بعض بالطريقه دي، انها تلوم اللي قدامها او تقرف منه او تندمه على اخطائه معاهم، فبالتالي البني ادم يحس باحراج منهم فيتعلم شويه. بس ده ما بينفعش في علاقتك بنفسك ولا علاقتك بنفسك، لانه ما ينفعش ان انت تحرجي من نفسك. تخيلي كده ان انت قدام المرايه واقفه عريانه، هتحسي ان انت محرجه؟ مش هيحصل حاجه، عادي، ما هو جسمك نفس الموضوع. فان انت تحاولي تضغطي على نفسك انك تحرجيها عن طريق الندم والقرف والعتاب عمره ما هيغير منك ولا هيعلمك في اي حاجه، بالعكس هيزيدك ضعف، وكل ما زدتي ضعف كل ما فرصه ان انت تغلطي تكبر. القوي هو اللي بيعرف يضبط نفسه. وبالتالي كل اللي انت محتاجه تعمليه ايه؟ تسامحي نفسك عن طريق ان انت غلطتي وتتحملي نتيجه غلطك وتبتدي تتعلمي. طيب انا المره دي اللي فاتت صدقت وعود وهميه، وبالتالي انا محتاج اتعلم حاجه زي كده، محتاج اتعلم ان انا احترم مبادئي وما امشيش ورا مشاعري، لان مشاعري ممكن تبقى مبسوطه دلوقتي بس توديني في حيطه وتبقى تلبسني مشكله كبيره. فهي دي النقطة المهمة الأساسية اللي أنت محتاجة تتعلميها، تعرفي إزاي تختار الشخص المناسب بالنسبة لك، وإنه الثقة بتتبني مش بتلاقيها. ففي دروس كتيرة مهمة إن أنت تتعلميها، دي اللي هتساعدك في المستقبل، لأنه اللي حصل حصل